هنعمل النهارده حاجه مع بعض خطيره ملهاش حل، كلنا بنحبها وهنعملها في البيت. سهله جدا ومضمونه جدا وسعرها على قد الايد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض وبطريقه ابسط من البساطه ومكونات اسهل من السهوله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، يلا بينا. اول حاجه انا عندي زي ما انتم شايفين كده المعيار بتاعي، وعندي اي حاجه اقدر احط فيها المكونات اللي احنا هنشوفها بالظبط. المكونات اللي هنستخدمها 3 مكونات بس مش اكتر، بس اهم حاجه في الوصفه دي ان كل المكونات تبقى نفس المعيار بالظبط. يعني هتعملها معلقه تبقى معلقه معلقه معلقه، 2 معلقتين معلقتين معلقتين، نص كوبايه كوبايه، الكميه اللي انت عايزها او اللي انت عايزاها مفيش اي مشكله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنروحوا جايبين كده مع بعض على حسب المعيار بتاعي دوت، يعتبر يعني كوبايه. ممكن طبعا انتوا عايزين تعملوا اكتر اقل مفيش اي مشكله. دي كوبايه الا ربع. ده سكر بودر، تمام. وبعد كده هجيب 1 لبن بودره. بسم الله نفتحه كده. انا طبعا يعني ايه هعمل الفيديو كده على طول، مش هوقف الفيديو عشان الموضوع اصلا مش مستاهل ان انا اوقف الفيديو، لانه حاجه بسيطه جدا وسهله. بس هو تقريبا بعد اللبن البودره ده محتاج ان انا اوقف الفيديو، بس هو الحمد لله فتح معانا. برضو دي نفس الكميه بتاعت السكر البودر. هحط السكر البودر كده، انا معانا السكر البودر واللبن البودرة، الاتنين دولت هقلبهم كده مع بعض لغاية ما يتجانسوا كده مع بعض. لحد دلوقتي طبعا انت بتتفرج مش عارف ايه الحاجة اصلا اللي هتتعمل، فاحنا هنعرف كمان شوية ايه الحاجة اللي هتتعمل لانها حاجة سحرية. يعني بصوا المكونات دلوقتي دي هتتحول لحاجة سحرية. اهم حاجة بس ان انا احاول بقدر الامكان لو السكر مثلا في مثلا زي تكتلات او حاجة، احاول ان انا ادمجه كده مع اللبن البودرة بحيث ان هو يبقى كله بودر، ميبقاش فيه اي تكتلات. نقلب كده نقلب كده ما يبقاش فيه اي تكتلات. لو بتتفرج عليا على الفيسبوك فخش اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، لو بتتفرج على اليوتيوب فخش اعمل لايك على الفيسبوك. دلعني كده. بعد ما قلبت المكونات كده مع بعض ومبقاش فيها اي تكتلات زي ما انتم شايفين، هبدأ انزل عليها بنفس الكم طحينة زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالكمية كلها. اعتقد انتم ممكن تكونوا يعني ايه جمعتوا ايه الحاجة اللي هي فيها ال3 خلطات دي، مش عارف جمعته ولا لا. بعد كده هقلب الخليط ده كله كده مع بعضه لغاية ما يتجانس. لو حسيت ان الخليط مثلا ماسك شوية كده زي ما انتم شايفين، ممكن احط عليه نقطة زيت او ازود شوية طحينة. بس احنا لو حطينا الكميات متساوية ان شاء الله مش هتعمل معاكم كده، بس عادي حتى لو زودنا عليها نقطة زيت مش هيبقى فيها اي مشكلة. هنزود عليها نقطة زيت ونرجع لكم تاني نشوفوا الشكل النهائي بتاع الحاجة اللي احنا عاملينها دي ايه. ده القوام بتاعها بعد ما حطيت عليها شوية زيت او حطيت عليها شوية طحينة زيادة. وكده كده احنا لو عملنا الكم متساوي بالظبط هتطلع مظبوطة ما فيهاش مشكلة. لو طلعت مثلا زي ما حصل معايا كده بزود عليها شوية زيت او بزود عليها شوية طحينة. طيب هل بقى عرفتوا ايه الحاجة اللي احنا عاملينها دي؟ مش عارف عرفتوا ولا لا. بعد كده نجيبها يمين وشمال وده الشكل النهائي بتاعها. طبعا مش هناكلها كده، هنستنى نحسبها مثلا حوالي ساعة كده او ساعة ونص ونرجع لها نشوف ايه ده. بس اعتقد ان انتوا توقعتوا ده ايه. ولا يقول لي دي سلطة طحينة هزعل مني او لان دي مش سلطة طحينة. هنسيبها لمدة حوالي نص ساعة لساعة وبعد كده نرجع لبعض تاني نشوف شكلها ايه اصلا وطعمها ايه وايه دي اصلا. هنروح ونرجع تاني. وده الشكل النهائي بتاعها بعد ما طلعناها من التلاجة. ولو مش حابين ان انتوا تحطوها في التلاجة برضو مفيش مشكلة. ده الشكل النهائي بتاعها زي ما انتم شايفين. دي عبارة عن حلاوة طحينية. عملنا حلاوة طحينية في اقل من 5 دقايق. تعالوا كده نجرب ونقول بسم الله وندوق نشوف طعمها عامل ازاي. طبعا لو عايزين تبقى يعني انشف شويه ممكن تزودوا مثلا اللبن البودره او السكر، بس يعني القوام بتاعها دوت اللي هو ما بين الكريمي وما بين ان هي تبقى ايه ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين. نقول بسم الله نشوف طعمها عامل زي بتاع بره ولا اي كلام. اه
تحفة، حلوة جدا، واحلى من بتاعت بره. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتس، ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم مرة جاية على خير، مع السلامة.